بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي واصدقائي عشاق متابعين قناه جول كيبر، انا طبعا بعبر عن سعادتي الكبيره جدا جدا ان انا بلتقيكم من جديد، وبستأذن حضراتكم تساندونا وتدعمونا. اشتركوا في القناه الجديده اللي انا عملتها عبر الفيس باسم الناقد الرياضي علاء حمام. النادي الاهلي تعادل مع بيراميدز. الاهلي عمل مباراه كبيره وعمل مباراه جيده، واللعيبه كان عندها روح جوه الملعب وقاتلت وقدمت مستوى جيد، والحظ تخلى عن الاهلي في اكثر من مره خلال اللقاء. الاهلي كان جيد بصوره كبيره. الاهلي بادئ اللقاء هو اللي هاجم، هو اللي مسيطر لحد الدقيقه 18. خطأ غير مقصود من رامي ربيعه، بيشتت الكرة عشان تطلع كورنر دخلت مرماه. قبل الهدف ده لم يكن هناك ظهور لبيراميدز. بيراميدز مش موجود، الاهلي فقط هو اللي كان موجود، وهو اللي كان بيضغط بيراميدز. الحظ خدم بيراميدز وتسجل الهدف بشكل خاطئ، لكن بعد كده الاهلي فضل يهاجم وراح على مرمى بيراميدز، وحسين الشحات جات له فرصه خطيره جدا لكن انن فيها. لم وليد الكارتي وعدى من وليد الكارتي، وبدل ما يمررها بالعرض سددها في الزاويه الضيقه، طلعها الشناوي، احمد الشناوي حارس بيراميدز. الاهلي ما سكتش، فضل يهاجم رغم ان الاهلي الشوط الاولاني بدون مهاجم صريح. شويه يدخل امام قدام، شويه يدخل الشحات قدام، بس كان اغلب الفترات امام هو اللي كان بيهاجم، وامام كان بيلعب راس حربه، وده طبعا اضعف خط وسط النادي الاهلي، وخلى بلاتي توريه لاعب بيراميدز ياخد راحته في نص الملعب، وخلى ابراهيم عادل برضه لاعب بيراميدز ياخد راحته في مركز الهاف، ومصطفى فتحي ياخد راحته. عدم وجود امام في نص الملعب اضعف الاهلي، مع طبعا انخفاض مستوى ندفيد. وندفيد الحقيقه جات له فرص كتيره قوي قوي، وانا مختلف مع اي حد يدافع عنه. حقيقه مستواه بعيد خالص عن الاهلي، مستواه بعيد 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 بامانه. فرص اللي خدها ندفيد دي لو خدها ناشئ دلوقتي كان بقى احسن لاعب خط نص في افريقيا، مش في النادي الاهلي بس. فطبعا كان بيدي افضليه لبيراميدز، ونص ملعب بيراميدز كان عنده افضليه لحد ما المباراه اتحولت واتطرد احمد توفيق بعد ما ضرب كريم الدبيس. وانا كنت بتكلم مرارا وتكرارا ان كريم الدبيس مركزه هاف، ولما كريم الدبيس اتوظف هاف عمل مشاكل جامده جدا لنادي بيراميدز. وبيراميدز كان بيرجع لورا، كله كان بيقف قدام ال 18 بتاعته. طبعا بعد ما جابوا الهدف اللي جه بطريق الخطا واللي جه صدفه، بقوا بيدافعوا، بيلعبوا زون ديفنس، بيلعبوا على الكور المرتده للواد ابراهيم عادل وفيستو مايلي ومصطفى فتحي، وبقيه الفرقه كلها متكتله في ال 18. لكن كريم الدبيس بمهارته عمل مشاكل جامده، ونجح ان هو يحصل على فاول صحيح 100%. واحمد توفيق لاعب بيراميدز ضربه بالكوع وخد طرد صحيح 100%. بعد الطرد النادي الاهلي ضغط، كولر عمل تغييرات بدري بين الشوطين او مع بدايه الشوط الثاني، وما قلقش وراح منزل جراد اشار ونزل عمر كمال عبد الواحد، والراجل عايز يلحق نفسه وعايز يتعادل. وسط ما الاهلي بيهاجم وبيهدر فرص مؤكده، يحصل ابراهيم عادل لاعب بيراميدز على ضربه جزاء فيها نسبه حظ كبيره قوي قوي قوي، وممكن ناس كتيره ما تحسبهاش، لكن تم احتسابها، ومصطفى فتحي سجل الهدف. لكن عشان الاهلي اوراقه صح جوه الملعب، والراجل كولر قاري الماتش صح وشغال صح وعمل تغييراته بدري، نجح الاهلي بعديها بدقيقه واحده انه يجيب الهدف الاول. طبعا اول ما جه الهدف الاول خلاص انت كده قللت الفارق لهدف، بدل 2-0 بقى 2-1. انتفض الاهلي انتفاضه جامده جدا، وكمل في الهجوم بطريقه جباره لحد ما اتلعبت عرضيه روعه الروعه لعمر كمال عبد الواحد، سددها في المرمى، الشناوي طلعها بطراطيف صوابعه عشان في فيرود
واقف صح. ما تقوليش ده الكرة سهلة واي حد يحطها. يا حبيبي التمركز، التمركز، الوقفة في الملعب نص الاداء. احنا ليه بنقول على مروان عطية احسن ديفندر في افريقيا ومن احسن ديفندرات العالم؟ لان مروان عطية راجل بيعرف يتمركز في الملعب صح، راجل بيقف وقفة صح، بيقرا اللعب صح. فهو الوقفة، الهدف الوقفة. هي الكرة سهلة بتاع جرادي شار واي حد يزقها كده، لكن ان انت تقف في المكان الصح وتبقى متوقع ان ممكن الكرة في اي لحظة تقع من الحارس، في اي لحظة تبقى على خط المرمى. هو ده التمركز. فالراجل طبعا علي جبر بيطلع، راح على طول جراد اشار زيها في الجون 2-2. الاهلي كمل في هجومه وتصويبات نارية، والواد مروان شاط واحدة لو لبست في الجول لو 10 احمد الشناوي واقفين ما يقدروش يطلعوها. والاهلي كمل ضغطه، مفيش اي وجود خالص لبيراميدز، والاهلي مستمر في الضغط. وبرضه حسين الشحات مستمر في انانيته، رغم انه خد رجل المباراه وعامل مباراه كبيره، بس في كور كتيره قوي تتلعب بالعرض هو بيختار الحل الفردي. لكن مع ذلك هو الراجل عمل مباراه كبيره وفضل الاهلي، وجات فرصه لامام عاشور روعه الروعه، استلمها على جسمه او يعني على صدره كده بالراحه وشاطها بشماله، طلعها احمد الشناوي ببراعه. دي جون ما فيهاش كلام. وامام بصراحه كان عامل مباراه كبيره. طبعا نتيجه للضغط الرهيب بتاع النادي الاهلي، احمد سامي نطح جراد اشار في دماغه وعوره، بطحه في دماغه، نطحه نطحه جامده قوي في دماغه. طبعا محمود البنا احتسبها ضربه جزاء، وضربه جزاء سليمه مفيهاش اي كلام. امام ركنها لكن جت في العارضه، مفيش نصيب ان هي تدخل. ومحمد هاني كان ماسك الكوره. انا كان رايي ما دام اي لعيب مسك الكوره تسيبها له، ما تحاولش تروح تاخدها منه. خلاص محمد هاني مسك الكوره كان كله بعد عنه وكان دخل محمد هاني، لكن النصيب جت في العارضه. وسط هجوم النادي الاهلي في فرصه واحده بس او فرصتين في الشوط الثاني كله لبيراميدز. كوره شاطها فيستو مايلي جت جنب القائم الايسر، وكرة الشناوي خرج غلط فاللاعب ارتبك، شاطها جت في الشناوي رجعها لورا. النادي الاهلي كان غطى فقط، مفيش اي حاجه تاني تذكر خالص لبيراميدز. الراجل كرونوسلاف هر على نفسه، قال لا طلع ابراهيم عادل، طلع عشان يدافع ياخد بونت. قال لك اتعادل بقى لان انا كده هروح. هر خاف. الاهلي فضل يضغط. كولر ما كانش خايف خالص اللقاء ده، تركيزه كان عالي. دفع بالصفقات الجديده زي ما قلنا ان العش هيكون له دور وهيبدا اللقاء. وبدا اللقاء لعب بيه كظهير ايسر، كان قافل الحته دي. اول ما لقى المباراه محتاجه فروت صريح يكون موجود، راح دافع بجراد اشار، نزله في قلب الملعب، عمل قلق لدفاع بيراميدز. تحركاته عملت قلق. طبعا وجود المهاجم الصريح دي بتفرق كتير قوي قوي مع اي فرقه. النادي الاهلي عمل مباراه جيده جدا، كان في حماس وروح، وبيعمل مباراه جيده امام فريق قوي. بيراميدز اقوى فريق في الدوري، مفيش حد في قوته بامانه، مفيش فرقه عندها الحلول اللي عند بيراميدز. ابراهيم عادل، مصطفى فتحي، فيستو مايلي. اديكم شايفين فيستو مايلي عامل ازاي. ده فيستو مايلي خد كوره فتح بيها تط 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 تط. يا ياسر ابراهيم يا عيني فضل يجري وراه، جاله شد. واد رهيب نمر كده بيجري بالكوره، نمر فهد فعلا بيجري بالكوره، لعيب جامد جدا. واتنين ماسكين فيه، ربيعه وياسر، وكان ربيعه والعش فروت جامد. وابراهيم عادل بيعدي من اي حد، لعيب جامد جدا. والواد مصطفى فتحي، وليد الكارتي اللي خلص عليه في الماتش انه كان مركز مع كريم الدبيس، شويه يركز مع كريم الدبيس وشويه يركز مع الشحات. ده اللي خلاه ما ظهرش خالص طول الماتش، لان الاثنين مشكله. كريم الدبيس مشكله وحسين الشحات مشكله. وبرافو على كولر انه وظف كريم الدبيس في الجزء الامامي، برافو عليه. بس كولر كان يبقى يعني دغدغ الدنيا لو خلى امام في نص الملعب ولعب بجراد اشار من اول دقيقه.
كان هيفرق كتير قوي قوي قوي. لان امام لما بيجي من تحت مشكله، بيضايق اي فرقه ويغربل اي فرقه ويبعطر اي فرقه. لو كان بقى الدبيس والشحات وامام جايين من تحت ومعاهم راس حربه صريح في ال 18، انسى. لا تقول لي بقى بيراميدز ولا غير بيراميدز، كان هيبقى مشهد ضلمه، مشهد دمار الدمار، مشهد دمار الدمار. مفيش اي مشكله. النادي الاهلي فعلا ضيع المكسب، فعلا النادي الاهلي فعلا ضيع المكسب. كابتن محمد سعد بيقول لي السوليه او الساعي مكان ندفد. لا، ندفد ده خد كتير قوي. ده لو الواد فعلا الساعي خد فرص ندفد ده كان بقى في حته تانيه خالص. الساعي كان شايل الاسماعيلي، كان بيعمل كل حاجه في الكوره، كل حاجه كان بيعملها، بس عايز ثقه. الواد ده كويس بس عايز ثقه. والسوليه طبعا لعيب كبير، ما اعرفش بقى هو رمى ندفد وخسر لعيب في نص الملعب. على العموم يعني هارد لك، هارد لك للنادي الاهلي ان دي مباراه 3 بونت. الاهلي ضيع المكسب. انت شوف فرحه بيراميدز، والراجل المدرب هيتجنن وعايز الوقت يخلص وعايز يطلع مسطور مش عايز يتغلب. شوف فرحته. وشوف بعد الحكم محمود البنا ما صفر، شوف دكه بدلاء بيراميدز بتسقف ازاي. بتسقف كانهم جايبين 5 6 جوان فايزين بالماتش، عاملين سقفوا لبعض. يعني عملنا حاجه جامده قوي. انتوا ما عملتوش اي حاجه اصلا، ما عملتوش اي حاجه، بس بيسقفوا مش مصدقين. معلش، هي الكوره كده. الاهلي ضيع مكسب، مفيش اي مشكله خالص. بس زي ما قلت لحضراتكم، المنافس بتاع الاهلي على الدوري بيراميدز. انسى اي حد تاني، انسى اي حد تاني. فرقه المعذوره اللي الله يكون في عونها الزمالك دي، ربنا يقويها بقى، تفك الديون اللي عليها والاعذار اللي عليها. وبيقول لك الزمالك جمد تجديد زيزو. يا سلام، ما الزمالك اصلا مجمده، الزمالك معاه فلوس. الاهلي طبعا تعاقد مع احمد رضا لاعب بتروجيت، وانا عملت لكم لايف سريع كده اول على طول الصفقه ما خلصت. واحمد رضا بقى مساك، عندنا غايبين مساكين كتير. احمد رضا مساك والعش مساك. واحمد رضا لعيب كويس جدا. واحمد رضا ده كان بيلعب في الزمالك، وهو بيلعب في الزمالك كانش بيلعبوه خالص، ولا حتى كانوا بيلعبوه في الناشئين. ما اعرفش مدربين الزمالك دول قاعدين يعملوا ايه بصراحه. الواد حمدي علاء مدغدغ الدنيا في زد، ودفندر اساسي في زد. الزمالك استغنى عنه ببلاش، مشاه قال له يلا يا حبيبي، وبيدور على لعيب مركز 6. احمد رضا قعد في الزمالك لحد ما كان عنده 19 سنه ما حدش بيلعبه. راح بتروجيت دغدغ الدنيا، وراح بتروجيت درجه تانية، واخدينه كده يعني. والواد ما حصلش، انا سالت عليه لعيب ما حصلش. طبعا اكتشاف الكابتن ربيع ياسين، اكتشاف ربيع ياسين، ولاعيب جامد جدا. واداره السكاوتنج مدياله 9.5/10. ديفندر ومساك، قعد لحد سن 19 سنه في الزمالك، ما شمهاش في الناشئين، مش فريق اول، ما كانوش بيلعبوه، بيقعدوه على الرصيف. انا عايز اعرف مدربين دي يعني شغاله ازاي، ولا دماغها ايه ما تفهمش. هارد لك للنادي الاهلي، مفيش مشكله، تتعوض الماتشات الجايه، بس مكسب المباراه دي الروح. روح الاهلي رجعت تاني، اللعيبه كان عندها روح عاليه قوي قوي جوه المباراه. شيروا اللايف اخواتي وحبايبي واصدقائي، بشكركم جدا جدا. كان معكم ناقد الرياضي علاء حمام.